يا أهلا بيكم في قعدة سينما. ولسه مكملين المناقشات الرمضانية المعتادة، وكالعادة معايا صديقتي أمنية عادل علشان نتكلم على مسلسلات النص التاني من رمضان. والنهاردة حلقتنا عن مسلسل جودر، والحلقة بالنسبة لي استثنائية لأن بينضم لنا مخرج العمل الأستاذ إسلام خيري، اللي بشكره جدا على إنه لبى الدعوة ومعانا النهاردة في الحلقة. ربنا يخليك، انا سعيد ان انا هبقى معاكم. انا كمان بصراحه مبسوطه جدا ان استاذ اسلام معانا، وان احنا بنتكلم عن واحد من اهم المسلسلات اللي في رمضان 24 اللي هو جودر. ويلا بينا. زي ما كنا بنتكلم قبل التسجيل، اللي عجبني جدا في جودر وحقيقي حمسني ان انا اتكلم عنه انا وامنية، ان هو المسلسل اللي كان فوق التوقعات. دايما بيبقى فيه كل فترة كده كلام عن ألف ليلة وليلة، ولكن الحكاية ما بتكملش. ويمكن الحاجات القديمة اللي شفتها ما كانتش محمسة بالنسبة لي دايما ان انا اكملها، بس المرة دي الموضوع كان فوق التوقعات. فحابب اعرف، هل حضرتك لما جالك السيناريو بتاع العمل ده كنت شايف ان في حاجة مختلفة عايز تضيفها عن اللي فات؟ والله بص، انا خليني ارجع معاك سنه. لما جالي العمل انت كان في البدايه عارف مزيج من السعاده كده ان انا يعني تفكر في ان انا اعمل مشروع بالحجم ده. ثم وما كنتش لسه قريت، وانا اقرا متوقع انه هلاقي سيناريو في الغالب ممكن اعتذر عنه لانه هي مسؤوليه، وكل ما الفتره كانت بتبعد ما بين اخر نسخه كويسه المسؤوليه بتزيد، الموضوع بقى تحس منحوس يعني بالبلدي كده. فلقيت السيناريو رائع وحسيت انه لو في رغبة فعلا مش مني لوحدي، من البرودكشن، انه يقدم شيء محترم، السيناريو هيطلع بحاجة ممكن يعمل حاجة كويسة. وراهنت على السيناريو لان هو كان فعلا استاذ انور عبد المغيث كاتبه بشكل رائع جدا. هو حقيقي سيناريو متماسك جدا ومفاجئ جدا ان الناس تقدر تتشد في 2024 لعمل دايما كان الناس بتتكلم عنه، عن البيك بتاعت نجاحاته من 20 و30 سنة فاتت يعني. مش عارف أمنية تتفق معايا على الحكاية دي ولا لا؟ بصراحه انا بالنسبه لي يعني متفق اولا معاك اصلا يا احمد ان انه انا كان بالنسبه لي مسلسل، هو انا كنت منتظر ان انا اشوفه بصراحه، بس كان فعلا بالنسبه لي فوق التوقعات. وارجع دوت زي ما استاذ اسلام قال في البدايه، ودي نقطه الانطلاق الاولى الحقيقيه، وهي النص نفسه. يعني استاذ اساسا انور عبد المغيث اللي هو قدم حاجه هي مرتبطه جدا بجوهر الف ليله، وفي نفس الوقت معبرة عن ملامح العوالم الأسطورية اللي كمان بقى كملها الصورة وهكذا. وفعلا معاك في نقطة، ومع أستاذ إسلام في إنه أولا دي مسؤولية، لأن كل فترة بيطلع كلام إن هيبقى في مشروع أو حاجة، أو شفنا اوريدي مشاريع لها علاقة بقى في ليلة، وبنحس إن هي ممكن بتفتقر شوية لعناصر بعينها، سواء مثلا كان أسلوب الحوار بيكون مش معبر، أو مثلا الصورة ممكن يكون فيها فقر شوية، او السيناريو نفسه وبنى الشخصيات. بس هنا ميزة المسلسل ان احنا فعلا شايفين كل العناصر حرفيا فعلا فيها شيء من التكامل الشديد جدا. بداية طبعا من الكتابة اللي هي كانت مركزة جدا على رسم الشخصيات الذكي، والاستفادة من كل تفاصيل ألف ليلة. يعني القراءة ألف ليلة، وأنا بصراحة حاسة إن إحنا محتاجين أكتر نتكلم أكتر عن النقطة دي، إن ألف ليلة فعلا غنية جدا بقصص كتير اتضفرت بشكل ذكي جوه جودر، واستفاد من تفاصيل الشخصيات اللي بعد كده كملها الصورة والموسيقى طبعا، وكل التفاصيل البصرية اللي شفناها. عندي فضول أسأل عن إن فكرة دايما ألف ليلة وليلة مرتبطة بأكتر من حدوتة. يمكن إحنا المرة دي شفنا حدوتة جودر المصري. هل لما جالك العمل كان عندك حماسة إنك تبقى السيناريو ده جواه أكتر من حدوتة، ولا عجبك فكرة إنك مركز في حدوتة واحدة وبتحط فيها كل التفاصيل اللي عجباك بقى وتكون بتركيز وإتقان؟ كنت متوقع انه طبعا يعني اكتر من حدوته، لكن لما قريت الحلقه الاولى في الثانيه في الثالثه وابتديت امشي مع الحدوته يعني ما بقتش مفتقر لده، لان هو اوريدي حسيت ان انا عندي عالمين الاتنين اغنياء. العالم بتاع شهرار وشهرزاد فغني وثري وبتجري فيه الاحداث، والعالم التاني اللي هو مش عالم واحد بقى، عالم جودر ده هو الاستاذ انور عارف الطعم بتاع الف ليله وشاربه كويس جدا. فقدر انه في حدوته واحده يفضل يديك عوالم جديده بتظهر واحداث جديده كلها فيها الطعم بتاع الف ليله وليله، وفيها شكل
العبرة والجزاء والثواب يعني فيها طعم كده وتسلسل ساري، وما حسيتش فيه بفقر. يعني حسيت انه برضو لا، في احداث مكمله، بدليل انه عايز اقول لك انه العمل ما كانش متخطط انه يبقى 15 حلقه، هو مكتوب 30 حلقه ومتصور اغلب ال 30. يعني احنا مخلصين اجزاء كبيره جدا من ال 30. فان الناس تتشد لحد الحلقه ال 15 من غير ما المسلسل يبقى متخطط لكده، ده معناه انه الاحداث كانت كافيه ان هي ما تحسسش بملل. اتمنى انه ده يفضل حاصل طبعا في الاجزاء او في الجزء الثاني. يعني وده شيء برضو ما بيتضمنش. يعني أنا لحد عرض الحلقة الأخيرة وأنا قلقان من رد الفعل بتاع الناس، هتبقى متقبلة مش متقبلة. ففكرة الاطمئنان الكامل دي ما بعرفش أعملها. فأتمنى إن الجزء التاني يبقى فيه أحداث. فعشان نرجع لنفس النقطة، إنه فكرة إنه حدوتة واحدة واكتر من حدوته، لا ما توقفتش عندها كتير. يعني انت خطيتها بسرعه، فكرت فيها بس عديتها لانه لا، حسيت مسلسل شيق. يعني لو حضرتك تسمح لي النقطة دي، بصراحة أنا أصلا كنت هسأل فيها إنه ليه أصلا ما فكرتوش من البداية إن هو يبقى 30 حلقة، خاصة إنه القصة نفسها لسه يعني لازالت حاضرة في الذهن يعني، وإنه وكأننا جينا عملنا زي وكأننا هنكمل الموسم اللي جاي مع الجزء الثاني. هل ده لأنه هيبقى مشروع مستقبلي مستمر كأجزاء، ولا ايه بالظبط الكواليس ان احنا ما بقيناش 30 وبقينا 15 بس؟ الوقت، يعني الوقت كان ضيق جدا، وكان في خلاص بقى خطورة انه هل نضحي بان ال 30 ممكن يبقى مستواهم مش كويس قوي، ولا نركز في ال 15 دول ونبقى نكمل ال 15 التانيين. كانت حسبة وقت بصراحة. يعني وقت كل حاجة، يعني وقت يعني مش تصوير على قد ما هو اكتر باقي الحاجات. انت عندك المشاهد مونتاجها مش سهل، الجرافيكس متابعة ده، كمية التفاصيل مش بسيطة. وبصراحة انا كنت شايف انه ما ينفعش عارفة الطبخة تبوظ على قرش ملح يعني. وهل العرض الجاي هيبقى رمضاني ولا بره رمضان؟ مصدقني مش عارف، يعني ده مع الشركة المنتجة، وكان كل تركيزنا دلوقتي ان احنا نعرض وانه نعرض بشكل كويس. انا كده كده متشوق سواء لكن انا رمضان في او الايام اللي بره. جايه المفروض هستأنف باقي يا ربنا يخليك، يا رب يعجبك. المهم يعني هو يعني على ذكر موضوع التفاصيل والوقت، يعني حضرتك اتكلمت عن تفاصيل زي الجرافيك والمونتاج وغيره من التفاصيل اللي زي كده، اللي هي تعتبر مهمة جدا لخدمة الشكل البصري. عايزين برضو نعرف اكتر، واظن دوت كتير من الناس حابة تعرف. يعني شفنا مثلا كذا لوكيشن، حسينا انه الحاجات دي محتاجة يعني بحث أكتر ونعمل معاينة وغير كده من التفاصيل. كلمنا برضو عن النقطة دي، لأن أتصور إن هي مهمة قبل ما ننطلق لنقط تانية في المسلسل. والله بصي، هو اخدنا حاولنا ان احنا نشتغل بالبروسيس المظبوط وبالطرق المظبوطه، خصوصا ان هي الاسهل. يعني هو في امريكا مش هيعملوا الاصعب، هم بيعملوا الاسهل. فايه اللي بتحصل ازاي السيت اكستنشن بالكوردينيشن ده بيحصل ازاي؟ طبقنا نفس الحاجه. يعني عملنا ابتدينا بدءا من الديزاين بتاع كل حاجه، الديكورات، الشكل، العوالم اللي احنا عايزينها، الروح بتاعت كل عالم، الملابس، كل ده بريفرنسز وبالاتفاق وتعديلات مع الباشمهندس احمد فايز والاستاذه منى التونسي والاستاذ تيمور والاستاذ تامر مرتضى. ف خلصنا المرحله بتاعت التخطيط، ثم وزعنا المهام. انه خلاص فايز هيبني الاجزاء دي، الجرافيكس بيكمل ده. طب عشان ما نحسش بالفروق دي، بيبقى في الاضاءه هنعمل حاجات معينه،
كل واحد عرف ايه اللي مطلوب منه، وزعنا المهام وانطلقنا عندي فضول أسأل، في وسط ده كله كان إيه أصعب حاجة فيهم؟ لأن أنا عجبني جدا مشاهد المركب ومشاهد الشمعيين اللي هي بتاعت نور والإخوة اللي معاها. فإيه أكتر سيت كان صعب فيهم في تنفيذ وديكورات وفيجوال إفكتس والذي منه بقى؟ بص، هو يعني كله صعب بصراحة. أكيد بس واضح يعني المجهود. آه، دايما لما كل ما بيبقى عندك ريفرنس شوية وانت بتصور، بيبقى الموضوع اسهل. فخليني اقول لك انه مثلا مشهد الشجرة مشهد معقد جدا، وفي جرافيكس صعبة جدا، وانا واخد شطات صعبة واحجام كبيرة وشطات طويلة. فانا نفسي كنت قلقان في وقت من الاوقات، يعني حاسس انه انا بالغت شوية. والحقيقة ان النتيجة كانت بالنسبة لي مبهرة، يعني اللي وصلوا لها التيم في روما، يعني وتامر والناس الشباب الفنانين اللي معاه، كانت مجهود رائع جدا جدا. يعني دي من الحاجات الصعبة. ده صعب، والنار كانت صعبة جدا، وحش النار. بقية اه الحاجات صعبة وفيها شغل حلو جدا، بس هنا شغل صعب قوي، يعني مش بسيط ونتيجته استنيت شهور عشان اشوفها، يعني عارفة من كتر ما هو الموضوع مش بسيط. بس الحمد لله النتيجة كانت جميلة في الآخر يعني. بصراحة فوق المتوقع. ده حقيقي فعلا. هو الموضوع انه اظن الصعوبة مش انه مجرد تصوير مشهد واحنا بنشوفه بعد كده، لا هو كمان في عملية، يعني عملية صناعة وخلق للصورة ما بعد كمان عمل يعني لحظة التصوير. يعني هو ده كمان هيحلنا شوية، وأتصور إن ده سؤال مهم، إن مدى تفاعل كمان الممثلين مع هذا الكم من التفاصيل. مش بس تفاصيلهم هم كتوجيه ممثل، لا كمان تفاصيلهم هم كمان جوه الصورة بشكل عام. والله بصي، خليني اقول لك، انا يعني دوري كمخرج ان انا اهيئهم واخليهم حاسين بهم بيعملوا ايه، لانه انا بتعامل مع ناس كلهم غير بعض. يعني عارفة، في واحد جاي برضو يعمل ألف ليلة وليلة وهو بيقدم رجل وبيأخر رجل. في واحد يعني من جواه هو بقى يعني الشنب اللي بالطريقة دي اللي هيقعد يتلزق في ساعتين، هو اللي هينجح المسلسل، هو لبس التقيل ده. فازاي تقدري تحسي بكل واحد وتوصلي له أهمية تفاصيله، وتوصلي له الشخصية وأهميتها في العمل مهما كان حجمها. ده يعني بشوفه كان من التحديات المهمة، لأنه هو عنصر لو ما كانش في المكان الصح وكمل مع المجموعة، لا هيبقى متعب جدا. عندي فضول بناء على الكلام ده أسأل، هل كان في صعوبة في توجيه البطل اللي هو ياسر جلال في شخصية جودر، وبالذات مشاهد الخوف والحاجات اللي فيها تنانين وكده، ومشاهده في شهريار اللي هي بتبقى في منتهى القوة والحزم مع الناس اللي حواليه وكده؟ لا إطلاقا. ياسر يعني فنان كبير وممثل فعلا قدير ومحترف ودارس. يعني انت بتتعامل مع فنان عنده الموهبة والعلم، فعارف هو بيعمل ايه وعارف شكل الحكاية ايه، وعنده الحماس الكامل والاستيعاب الكامل لنوع التمثيل اللي بيمثله. حقيقي التنقل بتاعه كان جيد جدا بين صحيح الشخصيات. جدا جدا صحيح، وكان فعلا مختلف تماما ما بين الاثنين. يعني احنا مش ال يعني واحنا بنتفرج ما بنحسش خالص ان هو دوت جودر هو دوت شهريار. لانه هو فعلا ممثل، اشتغل كويس وبيشتغل كويس، وهو يعني نموذج لفعلا شكل ومواصفات الممثل اللي بيحب الشغل، يعني وبيطلع تمثيل على قد الدور.
فلا لا هو بجد فنان كبير قوي قوي وبيفهم في الدراما كويس. على قد بقى الحاجات اللي احنا شفناها دي كلها، من ضمن الانجازات اللي بصراحة شايفها تحسب لحضرتك هو الكاستنج بتاع نور، لان نور من الوجوه اللطيفة دايما وانا بحبها من ساعة ما ظهرت، ويمكن من ساعة ما توقفت ورجعت تاني ده افضل دور اشوفه لها. وهي مش كتير بتعمل دور الفيلن في القصة، فهل مثلا دورها في الرهينة كان ريفرنس خلاك تختارها، ولا شفت ازاي نور في الدور ده وبالاداء الكويس ده؟ هو دورها في الرهينة طبعا كان مخليني مطمئن ان هي عندها المنطقة دي من الاداء تعرف تعمله، ولكن هو كان تحدي بقى اصلا انه هي لازم تعمله حلو وما تبقاش نور بتاعت الرهينة. يعني ده كان انا يعني دخلت في جدل كبير في وقت الترشيحات انه نور ممكن تبقى هي بتاعت الرهينة، ما الدور ده عملته. فانا كنت مصر انه لا، نور ما عملتش الدور ده. ومش معنى ان ممثل اجاد مره في دور الفيلن فهو هيعمل كل الادوار الفيلن بنفس الطريقه، او هيبقى تكرار ممل والا ما كانش بقى. كان بقى واحد زي محمود مليجي اداؤه واحد في كل الأعمال. او ممل، او انتوني هوبكنز، او لا يعني في ادوار في ممثل يقدر يعمل دور مرة واثنين وثلاثة بطرق مختلفة وتصدقيه في كلهم وما يبقاش هو نفس الدور، وهو ده الممثل، هو ده الفنان. هو واعتقد معنى كده الانجاز شوية جه في كمان، بالي. معلش سوري اتفضل. يا لا امنيه، لا، اتفضل يا أحمد. الانجاز ان هو الدور ده سهل قوي يبقى مفتعل او على حافه الافتعال، كلاشيه. فبالظبط فهي انها تبقى مظبوطه طول المسلسل ده انجاز ليك وليها بصراحه. الحمد لله هي كانت واخدة الموضوع بجد وهي كانت حابة الدور من أول ما قريته يعني. وهي حقيقي أنا سعدت بالشغل معاها وهي قدمت تنازلات علشان خلينا صراحة يعني. هي نور بطلة يعني، نجمة. تتحط في أوائل التترات. انا كنت فاكرها في الاول في دور شهرزاد لما سمعت اسمها مرتبط بالعمل على فكره. لا هي كانت دور شواهي، ومن البداية في دور شواهي وكنت متحمس جدا وحاسس ان هي هتعمله كويس، والحمد لله ظني ما خابش يعني. قرار موفق جدا. اكيد امنيه عندها فضول برضه في موضوع الكاستنج ده. اللي هو بيصير عندي، يعني الكلام بيصير عندي اصلا، وانا بسمع كده انه هل يعني ايه مين. برضو مش عايزين يعني مش بدور يكون في اسماء او كواليس او كده، بس برضو كان في اسماء تانية مرشحة اصلا، سواء كان دور شهريار او شهرزاد، او حتى يعني شواهي. اوكي تمام خلاص، بس مثلا دور شهريار وشهرزاد بالذات وشهرزاد كمان بالذات، هل كان لا في اسماء تانية او دور اختيارات تانية؟ شهريار كان طول الوقت استاذ ياسر، لانه اوكي. هو الاستاذ ياسر هو اللي جاب النص. هو كان قراه من سنين كتيره قوي و و و و وخلاص يعني قراه في رحلته يعني كفنان، وعدى سنين إلى أن فكر إنه يعمل ألف ليلة وليلة، وافتكر إنه هو كان قرا سيناريو كويس فدور على الأستاذ أنور عبد المغيث فجاب السيناريو فابتدت النقطة من هنا يعني. فهو كان طول الوقت الأستاذ ياسر هو شهريار، وكانت الفكرة طبعا في شهرزاد. وطبعا وما أدراكي ما شهرزاد، إنه يعني طول الوقت في وجهات نظر كتير ومش هتقدري تطلعي شهرزاد ترضي الجميع كتوقع انه مين تبقى شهرزاد. لو جت اي اسم بدون ما نسمي، اللي هيتقال كبيرة قوي واللي هيتقال صغيرة قوي اللي هيتقال مليانة شوية، اللي يعني طول الوقت هتلاقي في ملاحظات. ملاحظات. فكانت الفكرة انه خلاص هي ياسمين انا شايفها وحاسس انه خلاص انا عارف انه هنقدر نطلع من وجهة نظري يعني بأنسب شكل لشهرزاد. فالحمد لله يعني برضو عملته بصراحة. أنا يعني اشتغلت كويس جدا جدا جدا، والكلام ما كانش سهل والدور مش سهل.
حتى لو بيبان بسيط، بس هي لا، هي عملت مجهود كبير جدا. انا بالنسبه لي برضو كان مفاجئ ان الدور فيه شكل كده حته مودرن على جزء لطافه. هل ده كان اللي موجود في السيناريو ولا ده توجيه من حضرتك برضو؟ لا، ده كان موجود في السيناريو، وفكرة اللي مش متوقع في علاقة شهريار وشهرزاد. واحنا على فكرة هو الموضوع ما انتهاش يعني، الابس اند داونز في العلاقة لسه. لسه هتبدأ. لسه يعني لا أنا يعني واضح إن هي لسه هتكمل. هتبدأ يعني شوية يعني هتكمل، مش مم. الموضوع مش هيركن بقى انه يعني خلاص بقت الحياة جميلة و... وهتعمل له الاكل لا يعني لسه الحاجات هتطلع وتنزل، وهيبقى في حاجات مش متوقعة يعني ان شاء الله مم. تبقى لذيذة. أنا حابة كمان أسأل بصراحة على الموسيقى. يعني إحنا شفنا اتنين عاملين للموسيقى، أستاذ عزيز شافعي وأستاذ شادي مؤنس، وبصراحة الاتنين مثيرين جدا وحقيقي ألطف من بعض. يعني الاختيارات في البداية أصلا لموسيقى تصويرية ان احنا نقدم اتنين تتر. يعني مؤخرا بقى في كده توجه ان احنا بنقدم تتر واحد للبداية والنهاية. ما بقاش كتير قوي ان احنا نقدم اتنين تتر مختلفين. بس حابين نعرف اكتر عن كواليس النقطة دي بالذات، لانها الاتنين كانوا بيقدموا جوانب مختلفة، وفي ناس اتعلقت بالتتر ده وفي ناس اتعلقت بالتتر ده، في الاول وفي الاخر هما الاتنين كانوا معبرين قوي، مرتبطين بالحكاية والشكل، ومعبرين عن الحالة الملحمية والأسطورية. هو انت جاوبتي يعني، هو يعني كنا في حيرة لأنه التتر اللي كان عامله عزيز كان حلو جدا، والتتر اللي عمله شادي حلو جدا. ف يعني توصلنا في النهاية لأنه ده يبقى تتر البداية وده تتر النهاية، والحمد لله الاتنين عجبوا الناس. أو على ذكر الموسيقى، أنا في حاجة لفتت نظري جدا ويمكن لأول مرة من سنين يعجبني تابلو متكامل. الجزء اللي طلعت فيه كارمن سليمان، الأغنية حلوة جدا، كلماتها لطيفة جدا، الاستعراضات حلوة ومش معمولة علشان تملي وقت أو تكمل الشكل وخلاص. فأنا حابب أعرف كان فيه اهتمام واضح فعلا كده بالحكاية دي ولا إيه تفاصيلها؟ ده كان فيه اهتمام كبير. هو ده مثلا من الحاجات اللي هي مش موجودة في في السكريبت. النص. بس انا كنت حاسس انه الف ليله وليله ما ينفعش ما نشوفش فيها استعراضات، حتى استعراض. لو مش كتير، بس يعني لازم نشوف. حتى الاستعراض بتاع نور كمان كان مهم جدا في رأيي. اه بالظبط. فحاولت انه اشتغل على الاتنين قدر المستطاع. وعايز اقول لك الموشح ده هو اول حاجه عملها شادي مؤنس في المسلسل. يعني انا كلمته على الاستعراضات دي في البدايه، و... 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 وكنت عايز اوصل معاه لشكل موشح. هل نقدم موشح قديم بشكل جديد؟ وهو قال لي لا، احنا نقدر نعمل موشح اوريجينال بتاعنا بالكلمات بتاعتنا بألحاننا. فقلت له ماشي يا عم شادي، يعني اكيد. قال لي ما تقلقش. وعايز اقول لك انه بسرعه جدا قدم لي الموشح، وهو كان يعني اعجبت طبعا بيه، وابتدينا فيه فورا يعني، والحمد لله يعني برضو كان على قدر الموضوع. نتمنى يطرحه يعني في المنصات الموسيقية لأنه حلو بجد. ده اتمنى حقيقي حلو منهم. فعلا، حلو قوي حقيقي. انا برضو من ضمن الحاجات يعني اللي لفتت نظري الكاستنج برضو بتاع الناس اللي في المغرب. ايه اللي كان بيدور في الذهن في الموضوع، خاصة ان دي حاسس ان هي فصل مهم في الحكاية؟ انت قصدك على المغاربه الاربعه الاخوه ايوه، ولا؟ وطار عماد. الجزء بتاع المغرب ده كان انترستنج جدا، وبعدين انا حسيت ان فيه اهتمام بالشكل، هم فعلا شكلهم مغربي، بالاهتمام بالميك اب بالشكل بكله. ايوه طبعا. هو ده فصل مهم زي ما انت بتقول في الحدوته. و, و, و يعني هم كلهم اساتذه كبار يعني. لما فكرنا في الاستاذ احمد بدير يعمل الشيخ عبد الاحد، هو طبعا يعني استاذ احمد بدير. وبقيه الاساتذه، الاستاذ يوسف اسماعيل والاستاذ محمد الصاوي والاستاذ فتوح، يعني انا شفتهم في الادوار. والحمد لله كلهم كانوا هايلين. حتى الاستاذ مجدي بدر يعني عشان ما ننساش، وطارق يعني، وسعاد، كلهم كويسين جدا جدا يعني.
يعني شفتهم وانا بتخيل القصة وداش كمان، يعني دوره ابتدى ده يبان في ممتاز. الجزء بتاع المغرب. يعني انا حاسس ان الجزء بتاع علي صبحي ده من اكتر الحاجات اللي عجبتني، لانك زي ما تكون بتعيد اكتشافه بعد اللي حصل برضه معاه في جولة اخيرة، كان دور جديد. فبجد يعني تحية على الاكتشاف اللي هو يعتبر جانب اخر من علي صبحي. هو ممثل، انت خلي بالك، انت مهما عملت، انت زي ما انت بتقول، هو انت مش هينفع تكتشف حاجة مش موجودة، لازم يبقى في ذهب هنا عشان تكتشفه او بترول فتكتشفه. فهو الشيء، هو فنان موهوب وحساس وعنده قبول يعني هايل لدرجة لا يمكن تفكر ان حد غيره يعمل الدور ده. الحمد لله. والله انا يعني سعيد، ودوره ان شاء الله يبقى حلو في اللي جاي كمان. ان شاء الله. انا كان عندي بصراحه يعني تساؤل وملاحظه على عالم المغرب بشكل عام، لاني في الف ليله نفسها احنا كنا بنشوف حتى الكاركتر كان شويه مختلف، وكان بيتكلموا بشكل ما كده، حتى في اللي كان مسجل، اللي هو الصوت اللي كان مسجل، انه بيتكلموا بلهجه فيها اقرب للشكل المغربي، او اللهجه المغربيه. هل كان دوت اصلا مطروح ان يكون في اكتر من لهجه جوه العمل، ولا انتوا ارتقيتوا ان يكون بالعاميه اللي هي او الفصحى البيضاء اللي شفنا فيها العمل بشكل عام؟ والله انا ما توقفتش عند ده، يعني حسمت الجدل ده سريعا. يعني مش هقعد بقى اتكلم كلمة وكلمة وكده، يعني حسيت انه مش ده الفكرة. انا اهتم بالتفاصيل المكان والروح والشكل والاداء بتاع الممثلين في اللجنة اللي بيوجدوا بيها واللي بيها العمل ككل. فحسيت انه ده هيخلينا ما نتوقفش عند حاجة وتقطع التركيز. وبالتالي برضو الناس ما توقفتش، انه حست ان هو كان المفروض يبقى بيتكلموا مغربي او بلهجة تانية. بالعكس، لا اتصور انه فعلا كان كله هو في شيء من الاتساق، يعني كل اللهجات، وقصدي كل الحوار كان فعلا متسق رغم اختلاف العوالم. كان عندي سؤال، وهو الجانب او البعد الكوميدي شوية اللي كان بيتمرر في وسط الحلقات، وخاصة مثلا كنا بنشوف مثلا ياسر التوبجي او احمد فتحي، يعني في بعض التفاصيل الصغيرة اللي كنا بنشوفها بتتمرر كده بشكل ما فيها شيء من الفكاهة. وجزرة. وجزرة طبعا، ايوه صح. بس اللي قصدي عليه انه جانب الفكاهة دوت كان برضو يعني كان ازاي كان بيتم تنفيذه في العمل، او انطلاقا من النص نفسه، وبعد كده تدخله بقى مع الممثلين نفسهم، لانه احيانا بيبقى فيه ممثلين، وبالذات ممثلين الكوميديا، بيبقوا حابين قوي ان هم يطلقوا العنان شوية لخيالهم. ما هو ده بقى ده بقى اللي هو ما كانش هينفع. وانا يعني عارفة، الممثل برضو فنان حساس وبيفهم، يعني بيبقى عارف خلاص حدود اللي مسموح بيه هنا ايه، وانه المخرج ده مش عايزك ما تقولش وخلاص. لا، هو احنا لازم يبقى فيه المصداقية. انا مش ضدك، مش ضد ان انت تبقى بتضحك، ولكن في اطار معين، في سياق معين، بما يخدم الموضوع. هيبقى لذيذ. اكتر من كده العمل لا يحتمل. ف... يعني ف... ده كان حصل؟ لا، هو طول الوقت اوكي. يعني ايه بيحصل، انه ممثل ممكن يقول وانا اقول لا، او اقول لا بلاش دي، نبدل دي، نغير دي. الثقة اللي بتبقى ما بين الممثل والمخرج بتخليه عادي لو اترفض فيه واتنين وتلاتة ما يبقاش حاسس انه الموضوع بشكل شخصي، او انه في ناس ممكن تفكر انه الله، طب انتوا جايبيني ليه؟ طب انتوا مش عايزيني اضحك؟ طب ما في ناس بيروح معاها التفكير لكده. ولكن اللي بقوله لك انه لا، انت معاكي ناس فنانين حساسين، اذا كان الاستاذ احمد فتحي او الاستاذ ياسر الطوبجي، وعارفين المقادير، وعارفين امتى
يتقال الحاجة اللي بتضحك والمقدار بتاعها، ولما اقول له لا بلاش هنا نقول، هو فاهم انه انا عندي سبب ومستوعبه. طب ايه رأيك نقول دي؟ حلوة يا فتحي، نقول دي كويسة، ونجربها ونحسها مع بعض، وممكن نعمل بروفا وممكن ناخد تيك ونغيرها. يعني لازم نبقى حريصين في الحاجات دي، او انا بشكل عام ببقى حريص في الحاجات اللي فيها كوميديا، ان تبقى بالدوز المظبوط وفي المكان المظبوط. طيب احنا زي ما كنا بنتكلم وأمنية ذكرت شخصية ياسر الطوبجي، أنا عجبني جدا صراع الإخوة، وخاصة اللي كان بيقدمه وليد فواز، واللحظات اللي فيها صمت وبيبين فيها الغل ولحظات الانفعال. الموضوع كله حقيقي كان بالنسبة لي على أعلى مستوى، ولحظات الحسرة اللي كان بيبينها في لحظات حقيقي كان أداؤه هايل جدا. فحابب أعرف كواليس اختياره وكواليس إدارة خط الإخوة ده عامة. والله هو وليد ممثل كبير، ومش أول مرة اشتغل معايا، واشتغل معايا في سيدنا السيد من يمكن 12 سنة. وفي فرق توقيت كتير قوي، فهو ممثل أنا عارف قدراته وعارف كويس، ممثل شاطر جدا جدا. وياسر الطوبجي نفس الأمر برضو، اشتغل معايا من بداياتي يعني، ممثل كبير وكنت متأكد ان هم هيعملوا الدورين كويس جدا يعني، من اكتر الادوار اللي كنت مطمئن ليها، لان عارف قدراتهم الاتنين والاتنين الحمد لله يعني كانوا على قدر كبير من المسؤولية، وعملوا الادوار حلو جدا. ده حقيقي. وعلى ذكر سيدنا السيد، أمنية كانت حابة إن إحنا برضو نلقي الضوء على المسيرة المتنوعة. حقيقي سيدنا السيد لحد النهاردة بشوف على فيسبوك وتويتر وكده إن هو من أكتر الأعمال اللي الناس بتحس إن هي أندر ريتد، وفي نوع من أنواع التقدير كده تجاهه يعني. حضرتك تحب تقول ايه عن المسلسل كده؟ يمكن تكون الحلقة برضو فرصة ان الناس تتكلم عنه وتتفرج عليه وتعرفه اكتر. والله هو مسلسل انا كنت حبيته جدا وتعبت فيه جدا وعملت فيه شغل انا بحبه جدا، وكان بالنسبة لي تحدي كبير، لانه انا جاي من باك جراوند انه انا شغال مساعد مخرج في السينما وفي الاعلانات، والابجريد الطبيعي كان في الجيل بتاعنا انه انا هخرج فيلم. ف... ف... وكان متوقع ان انا ممكن اعمل كده يعني، كنت شغال مساعد كويس جدا ومن الاسماء الواعدة زي ما بيقولوا، لحد ما جالي الكبير قوي في 2010. ما ترددتش، وكان لسه برضو التلفزيون الجيل بتاعنا مش كلنا دخلنا، لسه في البدايات خالص يعني، كان قبل كده التصوير بكاميرات التلفزيون فعملت الكبير وبعدها قعدت. كان حصلت الثورة في نفس السنة، كانوا بيعملوا الجزء التاني، وأنا جالي السيناريو بتاع سيدنا السيد مع استاذ جمال العدل، فحبيته جدا، وحبيت فكره انه انا ما بقاش بعمل حاجه واحده، انا مش مخرج لانه انا اعمل كوميدي بس، او نوع. يعني او نوع واحد. انا طول الوقت عايز اعمل الحاجه اللي فيها حاجه تتقال واقدر اعمل فيها شغل، يبقى هو ده اللي اقدمه. خصوصا انه حتى في اي سيناريو، ما انا بشوف انه ما انت بيجي عليك مشاهد المفروض تبقى كوميدي، وفي وقت في السيكونس هيبقى اكشن، هل مش هعمل دول او هجيب حد تاني يعمله؟ او انه انا عايز يبقى فيه او في جزء فيه رعب يعني. يبقى انا بحس ان المخرج المفروض انه يبقى بيعمل كل الحاجات، مش نوع واحد او جونر واحد او كده. هو حضرتك ذكرت الكبير الجزء الأول، أعتقد إن الكبير الجزء الأول ده هو اللي بدأ المسيرة الأيقونية. يمكن الناس بتختلف على المستوى أو الكيرف بتاع المسلسل، ولكن دايما بيظل أول جزء أو اتنين يعني خالدين عند الناس. أنا بالنسبة لي يعني دول عملوا حاجة كده قلت خلاص عند الناس. فبداية المشروع ده كانت إزاي؟ والله انا كنت لسه مخلص قبلها فيلم، كنت اخر فيلم عملته وانا مساعد مخرج كان فيلم عسل عسل اسود. اسود.
مم. وكنت لسه مخلص تصوير وكلمني استاذ محمد ياسين علشان اروح كانوا بيصوروا في المسلسل الجماعة بقالهم كتير، علشان اروح اشتغل معاهم مساعد. وكنت حاسس ان الوقت ضيق قوي وهم بيصوروا بقالهم كتير ومش هقدر اساعدهم قوي بشكل كامل. فنزلت من عند استاذ محمد ياسين، كلموني عند ميكي على المسلسل بتاع الكبير انه احنا اعمله. فرحت وقعدت ولقيت الموضوع مختلف، و... وحسيت انه لو توفر له شوية حاجات هعمله. وانا بقى في حتة التردد انه انا هقلب دلوقتي اعمل فيلم سينما، المفروض مش هعمل حلقات للتلفزيون. ففكرت شوية وكانت طلباتي منهم انه انا هصور بأي كاميرا بعدسة سينما، بيركب لها عدسة سينما، وهشتغل بالطريقة بتاعت السينما، وان البيت بتاع الكبير هيبقى ديكور، هيتبني بشكل كامل داخلي وخارجي. وكانت طلباتي كلها في هذا النطاق. لو الطلبات دي اتحققت انا موافق، واتحققت الحمد لله. ترسم الموضوع بالشخصيات بالترشيحات وكان حاجة من الحاجات اللي بعتز بيها جدا هي حاجة عظيمة يعني، أثرت في الناس يعني، خلاص جزء في ثقافتهم وفي البوب كلتشر بتاع الناس في مصر خلاص يعني، ويمكن الحمد أوسع من لله. مصر. مش عايز أستأثر بالجزء ده الحمد لله. لوحدي. أمنية برضه لو عايزة تلقي الضوء على حاجة كده في مسيرة أستاذ إسلام، دي هتبقى حاجة لطيفة آه، جدا. هو بصراحة يعني احنا تقريبا بننهي النقاش، بس هو فعلا حضرتك قلت الملاحظة اللي انا حقيقي كانت في بالي وانا بتكلم، انه في تنوع بشكل عام، ان انت حضرتك مش حابب تعمل نوع واحد، لا بالعكس، انت بتعمل اعمال متنوعة بيكون فيها سواء مثلا ما بين الكوميديا او حتى العالم الاسطوري والشكل الملحمي او حتى الواقع وهكذا. بس كان سؤالي لو هسأل حاجة، قبل جودر كان في جات سليمة، اللي هو برضو في شوية تعبير ما أو اتصال ما مع العوالم الأسطورية. هل دوت كان نقطة انطلاق برضو مفيدة كتجريب أكتر بعد كده فادت في جودر؟ النقطة طبعا دي ممكن مثلا تكلمنا عنها ازاي؟ بالتأكيد. يعني كانت تدريب كويس يعني. مم. يعني هو أنا بحب الحاجات اللي فيها اللي أعرف أبين منها شغلي. العوالم دي بتساعدك إنك تقدري تخلقي تكريتي شيء كده مش موجود. ده متعة في حد ذاته. فطبعا لما عملت جات سليمة ده ساعدني كتير جدا. يعني مم. عارفة كأنك بتسخني قبل الماتش، بروفا بالظبط. أو بتعملي ماتش ودي أو ماتش معسكر إعداد. حلو التعبير ده. اخر حاجه حضرتك ذكرت انه السينما هي تعتبر برضو البدايه اصلا بتاعتك، كانت كمان سينما كمساعد مخرج. قبلها كان في حاجه تلفزيون، بس اللي قصدي ان كان في كده استكمال شويه في دايره مساعد مخرج في السينما. هل هنشوف حاجه قريب مثلا ليها علاقه بالسينما، شغل فيلم، حاجات زي كده؟ والله أنا عندي فيلم خلصان، فاضل مهم. فيه يومين تصوير مع الأستاذ محمد هنيدي والأستاذة منى زكي، وده خلصان بقاله فترة، وإن شاء الله نستكمله في الفترة اللي جاية وينزل حلو قوي. بس وأتمنى إنه يبقى فيه حاجات أكتر. ان شاء الله. أنا عندي سؤال أخير دايما بسأله لأي حد بيكون شغال في السينما: إيه الأفلام المفضلة اللي ممكن ترشحها للناس اللي بيسمعوا الحلقة، وتكون الأفلام دي بتحبها بتحب تتفرج عليها؟ أفلام يعني مصرية ولا أي حاجة. عالمية؟ يعني مثلا ايا اختار من كان. 3 ل5 أفلام دول مفضلاتك. وأنا عارف إنها قائمة متغيرة، بس ممكن مفضلاتك في الوقت ده. لا لا لا، هي مش متغيرة ولا حاجة. يعني في اوكي. أفلام مصرية كتير بحبها. يعني عندنا تراث من الأفلام في كل المراحل. يعني أنا بحب فيلم دعاء الكروان جدا. وبحب
فيلم المشبوه جدا، والنمر والأنثى جدا، وبشوفها أفلام ممتعة ومسلية وغريب في بيتي، ودي من الأفلام اللي يعني وإشاعة حب، مهما ألاقيه ممكن أقعد أتفرج على أي فيلم من الأفلام دي. يعني اختيارات متنوعة تليق على التنوع اللي في الشغل بصراحة. آه، يعني والله دي حاجات بحب أتفرج عليها فعلا يعني، بدون تكلف أو يعني أو اختراعات. وهل في حاجات أجنبية ولا مش طبعا طبعا مفضلات قوي زي دول؟ طبعا، لا طبعا، المفضلات قوي في ذا جرين مايل، ده من اوكي. الافلام اللي انا بحبها جدا، و شاوشانك ريديمشن برضو من الافلام القيمة جدا والممتعة بالنسبة لي، فيها كل سحر السينما يعني مم. الفيلمين دول، وطبعا اختيارات حلوة مقايم فعلا. كبيرة يعني. ده حقيقي. ده حقيقي جدا، الاختيارات حلوة ومتنوعة، يعني بلاي ليست لطيفة جدا. أنا لحد هنا خلصت كلامي عن مسلسل جودر، واتكلمنا مع أستاذ إسلام خيري في مناقشة يعني حقيقي كانت ممتعة جدا، وأنا اتبسطت بيها جدا، وحابب أشكرك جدا جدا على وجودك معنا في الحلقة. انا استمتعت معاك والله، وحاولت اتكلم بصراحة وبدون تكلف واستمتعت معاكم جدا. وكالعادة يعني مش محتاج أقول لك شكرا جدا يا أمنية، وحقيقي أضفت جدا للمناقشة يعني. بجد شكرا فعليك بجد يا احمد، حقيقي جدا على استضافتنا، وعلى كمان تلبية حقيقي استاذ اسلام خير للدعوة، وان هو يدردش معانا ونتكلم في حاجات عن جودر، وعن كمان رؤيته هو ونظرته للصناعة نفسها في حد ذاتها. دي كانت بجد حاجات بالنسبة لي حلوة جدا وملهمة، وأتمنى إن شاء الله إن احنا كمان نقرر اللقاءات عن قريب. وبجد شكرا حقيقي جدا بجد لحضرتك على المسلسل، وفي انتظار قوي السيزون اللي جاي بقى، وفي انتظار كمان لو في أجزاء تانية من ألف ليلة، وتبقى حاجة كده سلسلة دايما بنشوفها. ان شاء الله والله ربنا يسهله، وان شاء الله إن شاء ينزل السيزون التاني ويعجبكم، ده اهم شيء، ونلتقي تاني ونتكلم تاني. الله اسمح متحمسين لنا نفضل بقى جدا. ندردش. يا رب يخليكم، شكرا. شكرا شكرا جدا. لحضرتك. شكرا شكرا. يا ريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل علشان توصل لكم الحلقات الجديدة باستمرار، ونتقابل الحلقة الجاية، مع السلامة.